باسم الإله الخالق الحي الناطق. تأملات في مناظرة الخليفة المهدي مع الجاثوليق طيماطيوس من كنيسة المشرق في العصر العباسي في القرن السابع. الباب الخامس، والشهادة عن محمد في الكتاب المقدس. هل هناك شهادة عن محمد في الكتاب المقدس؟ قال الجاثوليق. بعد ذلك انتقل الخليفة من هذا البحث إلى موضوع آخر وقال: ما هو السبب أنك تقبل شهادة المسيح والأناجيل من شهادة التوراة والأنبياء، ولست تقبل بشهادة المسيح والإنجيل عن محمد؟ فقال الجاثوليق: قبلنا عن المسيح شهادات كثيرة من التوراة والإنجيل والأنبياء، لأن جميعهم يشهدون اتفاقا عن المسيح. فترى يشهدون عن أمه الذي قال عنها إشعياء في الإصحاح 7: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، أي الإله هو يعطي نفسه آية: ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. مع ذلك نعلم أنه قد حبل به وولد من دون اقتران رجل مع امرأة، أي بدون جماع أو زواج. قد حبلت مريم بالروح القدس، وهذه هي الآية التي يعطيها الإله نفسه، إنه الإله الظاهر بالجسد. وكذا كان يليق بكلمة الله ولد من الآب دون أم، وأن يولد من أم دون آب، لتكن ولادته الثانية شهادة عن ولادته الأولى. وتارة يصرحون لنا أي الأنبياء اسمه إذ قيل لأنه يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. هكذا تنبأ إشعياء في الإصحاح 9 في الآية 6، أي يكون اسمه عجيبا ومشيرا، إنه إله قدير أبا أبديا. فهذه تدل على ألوهية يسوع المسيح، وأنه الإله الظاهر بالجسد. وتارة يتكلمون عن عجائبه ومعجزاته، فقال إشعياء في الإصحاح 35: قولوا لخائفي القلوب تشددوا لا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله، وهو يأتي ويخلصكم. حينئذ تتفتح عيون العمي وأذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأخرس، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر. وهذا أيضا يثبت عن شهادة الأنبياء عن الإله المتجسد. وتارة يعلموننا عن آلامه قائلين: إشعياء قال في الإصحاح 53: محتقر ومنبوذ من الناس، رجل آلام ومختبر الحزن. وهنا يتكلم عن آلام الصليب، مخذول كمن حجب الناس عنه وجوههم فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوقا لأجل آثامنا، تأديب سلاما عليه، وبجرحه شفينا، أي جرح الصليب. ثم عن صلبه قال في مزمور 22: لأنه قد أحاطت بي الكلاب، جماعات من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي وأحصوا كل عظامي. عن آلام الصليب، وهم ينظرون ويتفرسون فيه ويقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. وأيضا قال إشعياء في الإصحاح 53: إنه يقتل من أجل خطايانا. وبهذا شهد الإنجيل. ودانيال صرخ قائلا في دانيال 9: يقتل المسيح. ثم عن موته وقيامته يقولان في مزمور 16: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، ولن تدع تقيك يرى فسادا. هنا يتكلم عن موته وقيامته، أي بقى في القبر 3 أيام
ولم يفسد، لأن لاهوته كان مع ناسوته ولم يفارقه ولا للحظة. وعن قيامته قال في المزمور 2: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي الرب: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. ثم عن صعوده إلى السماء قيل في المزمور 86: يصعد إلى العلاء ويأخذ معه سبايا كثيرون، ويوزع الغنائم على الناس، أي المواهب الروحية، وحتى على الذين تمردوا قبله، وعلى مقر سكناك أيها الرب الإله، آمين. وأيضا قال عنه في المزمور 74: ارتفع الله وسط الهتاف، ارتفع ربنا وسط دوي البوق. وفي محل آخر قيل عن مجيئه الثاني من السماء، إذ قال دانيال في الإصحاح 7: كنت أرى الرب في الرؤى الليل، وإذ مع سحاب السماء مثل ابن إنسان آتي، وجاء إلى قديم الأيام فقربوه قدامه، فأعطى سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد كل الشعوب له والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. فهذه الآيات وغيرها كثير تشهد جليا عن يسوع المسيح الإله، وعن آلامه وموته على الصليب وقيامته وصعوده إلى السماء، وعن مجيئه الثاني في الإنجيل والأنبياء وغيرهم. أما عن شهادة في الكتاب المقدس عن محمد وعن أعماله فلم يذكر وليس لها أي وجود. الجاثوليق. ثم أشار الخليفة أن لا أقول أكثر من هذا.